رئيس مؤسسة إبراهيم خليل للتنوع الثقافي وعضو الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي. اليوم 9 يونيو 2023 هو يوم تاريخي بالنسبة للأسرة الجمعوية والأسرة كذلك من أبناء المرحوم. أنا والأخت ديالي كمؤسسة تحمل اسم الفقيد قمنا دونك بواحد برعايه من مؤسسه ارشيف المغرب اللي قامت بتثمين الارشيف التي تم دونك الادلاء به منذ سنه ونصف لهذه المؤسسه هذه. قمنا بتثمينه عبر ندوه كان فيها مجموعه من الشهادات حضر فيها في الندوه مجموعه من رواد الحركه الثقافيه الامازيغيه في المغرب، وعلى رأسهم السيد عميد معالي الملكي الثقافة الأمازيغية، وكذلك رفقاء الدرب من أصدقاء المرحوم كالسيد الوزير والسفير السابق سعد العالمي، وكذلك باحثين مثل يحيى شرطة، وبفكرة وبمنطلق ديال مؤسسة أرشيف المغرب وعلى رأسها السي جامع بيضاء الذي كان كذلك من اعضاء الجمعيه المغربيه للبحث والتبادل الثقافي في بدايه الثمانينات. فهذه كانت فرصه لتثمين هذا الارشيف الذي تم الاشتغال عليه ومحورته في مجموعه من المحاور، وتثمينه عبر كذلك واحد معرض من الصور اللي كان جميل جدا واللي كيبين المسار ديال اوجه مختلفه من المرحوم ابراهيم اخياط، الوجه العائلي والوجه الجمعوي والوجه النضالي والفكري عبر الكتابات وعبر الصور والنضالات، وكذلك الكتابات ديالو والوثائق كلها اللي قام بها منذ اكثر من 50 سنه من النضال في خدمه الامازيغيه والوحده في التنوع التي نضل من اجلها كرئيس لهذه المؤسسه اللي هي الجمعيه المغربيه للبحث والتبادل الثقافي، اللي كانوا مجموعه من الناس من رجالات الاعمال الامازيغي الراحلين منهم والحاضرون معنا طوال الله في عمرهم اللي شاركوا معنا في هذا النهار الكريم.